أيها الناس الشركة طلعت ترندات. صحيح الكلام ده متأخر شوية، بس ده حال أي شركة أو أي صفحة على السوشيال ميديا، يا ما لحقوش الترند يا ركبوا الترند غلط. المشكلة إن أنت ما ركبش الترند أو لا، المشكلة إن أنت لما قررت تلحق الترند لحقته غلط، من غير ما تفكر هل يا ترى الترند ده مناسب لجمهوري ولا لا، ومناسب للبراند بتاعي ولا لا. بنشوف صفحات وبراندات كتيره جدا بتجري ورا اي ترند وكأن في حاجه كبيره جدا هتفوتهم، عاوزين يتشافوا باي طريقه حتى لو ده هيقلل من قيمه البراند بتاعهم او يبعدهم عن جمهورهم الحقيقي. استخدام الترند مش مجرد هزار وضحك يا مدير، لو استغليته على الفاضي للاسف جمهورك مش هيقدر اللي انت عاوز توصل له، وكمان شغلك هيبوظ. والاهم من كل ده، انت ليه اصلا تستنى ترند يظهر علشان خاطر تستخدمه؟ انت ممكن تخلق الترند الصح لنفسك، حاجه تكون بتعكس قيمتك ورسالتك وتوصلك لجمهورك الصح. بس خد بالك، انت لازم تحترم جمهورك وتعرف هل الترند ده مناسب لجمهورك ده ولا لا. طب ولو مش مناسب اوعى تجري وراه، ولو مناسب لازم تستغله بطريقه ذكيه جدا تخلي البراند بتاعك يكبر. وافتكر دايما ان البراند اللي بيجري ورا اي ترند بيضيع، اما البراند اللي بيعرف يخلق ترند مناسب ليه هو اللي بيكسب. انا عبد الرحمن عادل، بقدم محتوى عن البيزنس والماركتنج. لو حابب تعرف معلومات اكتر تابع فيديوهاتي. شكرا جدا ليكم.